ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير عليكم، صباح النشاط كده. يلا النهارده هنتنشط. بصوا، النهارده انا عندي اكل من امبارح. بصوا المطبخ عامل يعني يعتبر مش مكركب قوي، مش متبهدل قوي. دي حلة البليلة. كنت مسخنة بليلة للفطار الصبح. بصوا، قايمة. المود كده مش مظبوط، نفسية مش احسن حاجة، معرفش من ايه. هو تلاقوني كده يوم صاحية مفرفشة منعنشة، ويوم قايمة مش عايزة حد يقولي صباح الخير. قمت كده قلت ايه، اغير الستيكر بتاع اغير، احط ستيكر للحوض زي اللي انا عاملاه ورا كده على الرخامة اللي انا وريته لكم. قلت ايه، انا بصراحة مش حابة اللون الاسود بصراحة، بس انا ما كنتش لاقي اللون الابيض. يعني انا كنت بدور على الابيض، ما لقيتوش خالص، فاضطريت ان انا اجيب الاسود. مش عاجبني اللون، بس تغيير، يعني اي تغيير كده في النفسية، يعني اي تغيير في الشكل تحس ان هو غير في النفسية على طول. انت لو زهقانة مخنوقة قومي غيري، حطي دي هنا مكان دي، هاتي دي مكان دي. عارفة لو في الانتريه بس هتبدلي كنبة مكان كنبة، كرسي مكان كرسي، هتبدلي يعني اي تبديل. انت ما اشتريتيش حاجة جديدة، انت بس بتبدلي، هتلاقي النفسية فرقت معاكي تماما. عينيكي شافت حاجة مختلفة. دخلتي، انا مجرد ما بخش كده بس على اوضه واغير الملايه واغير الدفايه اللي عليها، آه، احس كده بتغيير. فقلت بقى ايه، لا انا هخش اشطب كده شويه الحاجات اللي في الحوض دي، حاجات بسيطه يعني مش كتير، بس عشان خاطر ابقى مفضيه الحوض خالص واغسله كده غسله حلوه، واروح منشفاه على الاخر. عشان احط الستيكر دوت. قلت تغيير بس اقوم كده، والله كنت قاعده من الصبح مش عايزه اقوم ولا اتحرك ولا، يعني يا دوبك اسخن طبق بليله للولاد يقعدوا ياكلوا، اقوم اعمل سندوتش ليهم مثلا ولا حاجه كده، جبنه ولا حاجه. قاعده مش عايزه اقوم خالص خالص، يعني الكسل خلاص بقى، هو الكسل قفش فيا، والله ما انا سايبك. يعني هتروحي يمين هتروحي شمال، انا هخليكي بصي مكسله وموتك زي الزفت. يعني انا كنت قاعده المود بتاعي مش عايزه اقول لكم، مخنوقه، مخنوقه جدا، مش عارفه من ايه. مش عارفه. غسلت الحوض كده زي ما انتم شايفين ونشفته حلو قوي، ومسكت بقى الرول ده اللي هو بقى من الرخامه. كان ابني اللي كان ماسك معايا وانا بعمل الرخامه، فقطعه مش الطرف بتاعه مش متساوي كده، قطعه اي كلام. فايه سويت الطرف بتاعه كده، وايه، وقلت هعمل الرخامة. انا بصراحة عملت الرخامة قبل كده، كان لونها تحفة تحفة، وقعد معايا. مش عايزة اقول لكم قد ايه الاستيكر اللي انا كنت حطاه، لدرجة ان انا ما كنتش عايزة اشيله خالص. غير بس ان انا كان عندي ضيوف في مرة، وكانوا على الحوض مش عارفة بيقطعوا خيار او بيقطعوا حاجة، او كان في حاجة بيقطعوها بسكينة، وراحوا على الرخامة. وكانوا عمالين يقطعوا كده. فبعد ما مشيوا بقى لقيت الرخامة عندي متشرشرة خالص، مكان السكينة. فطبعا كان شكله بقى مش حلو، سبته شوية فترة كده. بس بعد كده شلته. بس بصراحة كان حلو جدا 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 جدا. هو مش زي الستيكر دوت، يعني ده اللي هو بيقولوا عليه حراري، اللي هو ظهره عامل زي السيلفر كده. بصوا خلصت اهو، خلصته. الستيكر التاني كان منور الحوض بطريقة ما اقولكوش، هو ده حلو كده كتغيير، يعني تغيير بس ان عيني تشوف حاجة مختلفة. بس ان شاء الله اول ما الاقي الابيض، او اللي هو لونه عامل زي الجرانيت اللي انا كنت حطاه، زي اللي انا هوريهولكوا ورا، انا حطاه ورا. الرخامة الصغيرة دي الوحيدة اللي نفدت من السكاكين والتقطيعات والحاجات دي، عشان كده ما غيرتهاش. بصوا، بصوا مش صابرين عليا، يعني مش صابرين عليا. ان انا افرح بمنظر الحوض وهو فاضي، مش صابرين عليا عيالي. يعني ربنا يخليهم يا رب ويهديهم ويخلي عيالكم كلهم يا رب، وكل اللي نفسه في طفل ربنا يرزقه ويكرمه بطفل ان شاء الله، وكل اللي عنده طفل ربنا يخليهوله ويهديهوله ويفرح بيه. بصوا يعني ايه، اهو تغيير كده شوية. وعايزه اقول لكم ان انا اصلا مش مقتنعه بالاسود، انا خلاص هو الابيض الجرانيت كمان، مش الابيض اللي زي ده. لا انا عاجبني الاكتر الابيض الجرانيت اللي هو ظهره. بصوا يا جماعه، ظهره مش سيلفر زي ده. بصوا ده عملته زي ده، يعني قلت ايه كده، اهو ده اللي انا بقول لكم عليه بقى. ده ظهره كان عامل زي الجلد. عملته معاكم في فيديو قديم بس كان على اليوتيوب مش هنا.
هحاول لو عرفت انزله لكم هنا انزله لكم، كان جميل. طبعا خلصنا تفاصيل اخر الليل بقى، خلصت كده ومليش نفس ان انا اكل، عندي اكل باقي، اكل اللي هو الطبيخ اللي انا طبخاه امبارح. عيالي ملهمش في الطبيخ، بس انا لازم كل فتره احط طبيخ برضو، ونقعد نتخانق، ويا بابا كل، ويا حبيبتي كلي، وعشان خاطري، ويهديكي ويرضيكي، ومفيش فايده. دي الرنجه اللي الفتره دي بقت ادمان. مش عارفه يا جماعه انا بتوحم ولا ايه. بصوا باكل اكني يعني مش عارفه. بجد هي الرنجة دي اللي طبطبت على نفسيتي بقى ايه بالليل كده، طبطبت على نفسيتي بالليل، خلتني قاعدة كده رايقة وهادية وجميلة. الضغط بتاعي دايما واطي، ضغطي واطي جدا على طول، على طول مهبطة. فهي بقى بصوا باكل وبدندن كده وايه مبسوطة. اللي يشوفني قبل الرنجة من شوية ما يشوفنيش دلوقتي وانا قاعدة باكل رنجة. بصوا. انا كنت جايبه رنجه ومظبطاها وعاملاها وكل حاجه بقى، حاطه عليها كل حاجه، ومغطياها كده بالطبق التاني ده، وملبساها في قلب الكيس عشان ريحتها ما تبهدلش التلاجة. بطلع كده بقى انقنق كده، ودب دب دب دب، وارجع احط الكيس تاني، اغطيها بالطبق واحطها في الكيس تاني، لان انا عندي ولادي مش بياكلوا الرنجه، وملهمش في ريحتها وبيقرفوا منها جدا، وانا عذراهم، انا ما باكلش الفسيخ ولا بحبه، وبرضه لو شميت ريحته وفتحت التلاجة وشميت ريحته هقرف جدا ومش هاكل. فعشان كده برضه انا عشان ما يقرفوش وبتاع، فبروح مقفله عليها جامد قوي 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 قوي. لو وصلتوا معايا لفقره الرنجه ديت، حطولي 100,000 لايك وقولولي بقى مين بيحب الرنجه كده وبيعشقها. انا عايزه اقول لكم ما كنتش بطيئه اشم ريحتها، كانت اليوم اللي بتتاكل فيه ما بقعدش في البيت فيه. سبحان مغير الاحوال. قولوا لي بقى مين ليه في الرنجة، يحط لي كده لايك ويكتب لي في الكومنتات يقول لي انا من عشاق الرنجة. ده الكيس القديم اتبهدل معانا خلاص كده. هنرميه. واحط الطبق كده في كيس نظيف واغطيه حلو. الكيس دي بقى اللي بيبقى فيها الفينو كده والعيش والحاجات ديت، يعني ما برميهاش بقى بصراحة، يعني بتنفع. بصوا اهو هكلفته حلو قوي عشان خاطر بس العيال. يلا بقى لو وصلتوا لهنا متنسوش تحطوا لي لايك، او حطوا لي قلب كده حلو احمر كده جميل زيكم، واكتبوا لي بقى كومنتات كده، قولوا لي عايزين الفيديوهات الجايه ان شاء الله تبقى عامله ازاي. يلا باي باي.